السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة حبيت أشارككم معايا طريقتي في عمل كيكة البرتقال. كيكة سهلة وسريعة كده، وهي تعتبر الكيكة الأكثر طلبا في الأيام دي، أو نسميها حاجة تانية إن دي كيكة الأجواء الشتوية. بما إن البرتقال ما شاء الله مالي السوق، فيلا بينا نعمل كيكة برتقال. تعالوا نشوف الطريقة، بس الأول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحتاج اول حاجة كوباية الا ربع من عصير البرتقال الفريش، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت. وهنحتاج طبعا قشر البرتقال او بشر البرتقال براحتكم. انا قشرت كده طبقة رفيعة من قشر البرتقال، نحاول يعني ما ناخدش الجزء الابيض علشان ما يخليش الكيكة تبقى فيها مرارة بسيطة، فناخد القشرة الرفيعة جدا من قشر البرتقال يعني. تمام، او ممكن تبشروها براحتكم. هنستخدم الخلاط. هننزل اول حاجة بالبيض، وعليهم كوباية الا ربع من السكر، وقشر البرتقال. طبعا خلاص طالما استخدمنا قشر البرتقال فطبعا مش محتاجين ان احنا نضيف فانيليا. وهنضربهم بقى كويس جدا مع بعض الاول، يعني لمدة حوالي 5 دقايق. خلاص كده ضربتهم مع بعض كويس. هننزل بقى عليهم بالزيت وبعصير البرتقال، وهنرجع نضربهم برضو تاني حوالي 5 دقايق. خلاص كده المكونات السائلة جاهزة معانا. هنحضر بقى المكونات الجافة. استخدمت كوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم باكو من البيكنج باودر. طبعا ضروري ننخل الدقيق كويس جدا، وما تستغربوش من الخطوة اللي هتشوفوها دلوقتي لاني بكررها اكتر من مرة. يعني بنخل الدقيق يعني حوالي 3-4 مرات. ده طبعا بيدي نتيجة كويسة جدا للكيكة، بتكون هشة كده وخفيفة في اكلها، ما تحسوش ان الكيكة مكتومة. فلازم تجربوها وما تكسلوش تقولوا لا احنا هننخلها مرة. لا، ما هي خطوة ما بتاخدش يعني ثواني. تكوني محضرة كده بولتين وتنخلي الدقيق اكتر من مرة، بس بيفرق بجد يعني في هشاشة الكيكة. خلاص كده تمام. طبعا اول ما بنفكر او نبدا ان احنا نحضر مكونات الكيكه طبعا بنشغل الفرن، فانا طبعا شغلت الفرن في البدايه. هننزل بقى بالمكونات السائله اللي ضربناها في الخلاط على المكونات الجافه، وهنضربهم كويس جدا جدا مع بعض. نقلب بقى كده باستمرار في اتجاه واحد لحد ما نتاكد ان الدقيق اختلط مع المكونات السائله اللي ضربناها في الخلاط. هي كيكه برتقال عاديه زي اي كيكه يعني، بدون اي افتكاسات. بس بجد بتبقى حلوة قوي، وريحتها فعلا بتبقى قلبة البيت. ريحة البرتقال كده وعصير البرتقال الفريش بجد لا بيخلي ريحتها تحفة وطعمها بجد روعة. يعني هي الكيكة دي كيكة فعلا الأجواء الشتوية، مع كوباية شاي بقى، مع كوباية نسكافيه. لازم تجربوها. انتوا اكيد طبعا بتعملوها يعني، ما دي اساسية معانا يعني. بس جربوها، لو في يعني بتعملوها بطريقة تانية او كده، لا جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم. حسيت ان القوام كده محتاج معلقتين دقيق، فضفتهم للخليط، يبقى بالظبط استخدمت كوبايتين دقيق. انا كنت محضره كوبايتين الا ربع، وضفت دلوقتي معلقتين، يبقى بالظبط كوبايتين من الدقيق. يعني يكون قوام الخليط زي ما هتشوفوه دلوقتي. ونقلب بقى كويس، نتأكد كده ان مفيش حاجة لازقة في الجوانب. ونحضر بقى الصينية او القالب اللي هنسوي فيه الكيك. خلاص كده هننزل بالخليط في القالب، وزي ما قلت لكم بنسخن الفرن الاول على اعلى درجة حرارة قبل ما ندخل الكيك. وبعدين اول ما بندخل الكيك بندخلها في رف وسط، وبنهدي الفرن بقى على اقل درجة حرارة. هي هتاخد معاكم بالظبط من ساعة الا تلت لساعة الا ربع. وما نفتحش عليها الفرن خالص قبل نص ساعة. خلاص كده ده شكل الكيكة بعد ما خرجت من الفرن. اخدت معايا بالظبط ساعة الا ربع. عملت لها اختبار، مفيش عجين طالعة في السكينة، يبقى هي كده استوت معاكم تمام. تبرد شوية وبعدين طلعوها من القالب، وقطعوها بقى شرايح زي ما انتوا حابين، رفيعة او سميكة براحتكم يعني. ريحتها حلوة قوي. بصوا ما شاء الله الكيكة هشة من جوه وجميلة.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.